بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ الأخبار؟ زي ما وعدتكم مراجعة السوبر، مراجعة حساب المثلثات بالكامل، فرع حساب المثلثات اللي هم درسين. طيب تعالى نبدأ. عشان نتكلم عن حساب المثلثات نبدأ حتة هندسة صغيرة. طيب دايما بقول لك تعالى نعتبر ان النقطة هي اول شكل هندسي. ايه حوار النقطة ديت؟ تعالى نفترض ان انا مسكت القلم، دوست على الشاشة كده او على السبورة او على الورقة او اي حاجة، هسيب مكان ايه؟ هسيب مكان القلم نقطة، صح؟ نفس الكلام، كل ما هدوس بالقلم هسيب مكاني نقطة. طيب النقطة دي عبارة عن ايه؟ سيبك من النقطة. لو انا ماشي في صحراء وبدوس على الرملة، ماشي على الرملة، بسيب ورايا ايه؟ بسيب ورايا اثر. الاثر ده ايه؟ مكان ما بدوس برجلي على الرملة. نفس الكلام اثر القلم مكان ما بدوس بالقلم على الورق. طيب النقطة دي بقى ايه حوارها؟ جه قال لي ان النقطة هي اول شكل هندسي وتعريفها هي اثر القلم. طيب زي الفل. لو انا همسك النقطة ديت وهجيب عدد لا نهائي من النقاط، لها بداية ولها نهاية، هيعمل لي شكل له بداية وله نهاية وله طول معلوم، اسمه ايه؟ قال لي اسمه قطعة مستقيمة. زي الفل. طب لو له بداية وليس له نهاية، قلت لك دايما افتكروا بالليزر الصغير اللي كنا بنلعب بيه. طيب ايه حوار الليزر دوت؟ كان الليزر بدايته كانت في ايدي ونهايته كانت مكملة طول ما مفيش حاجز يقف قدام الليزر ده. تمام؟ شعاع بيطلع من الليزر. فعشان كده كنت بسمي لك اللي له بداية وليس له نهاية اسمه ايه؟ قال لي اسمه شعاع. طيب ولا ليه بداية ولا ليه نهاية، يبقى اسمه خط مستقيم. اسمه ايه؟ اسمه خط مستقيم. زي الفل. دي اشكال بتتكون من جزء واحد، من ضلع واحد. ايه الشكل اللي بيتكون من حاجتين؟ قال لي اسمه الزاوية. طيب كان ايه تعريف الزاوية في اولى اعدادي؟ قال لي هي اتحاد شعاعين لهم نفس نقطة البداية. بمعنى عندي النقطة دي وليكن اسمها واو، تمام؟ والنقطة دي اسمها ألف. قال لي الشعاع اللي تحت ده اسمه ايه؟ قال لي اسمه واو ألف شعاع. يبقى اللي تحت ده اسمه واو ألف شعاع. طيب واللي فوق اسمه واو ب شعاع. عملت اتحاد للشعاعين في نقطة واحدة، فعمل لي ايه؟ قال لي عمل لي زاوية. يبقى الزاوية هي اتحاد شعاعين لهم نفس نقطة البداية. في مشكلة في الكلام ده؟ طيب قلت لك عندي كام نوع من انواع الزوايا؟ قال لي انواع الزوايا هم 6 انواع. يبقى عندي كام نوع؟ 6 انواع من انواع الزوايا. اول نوع عندي قال لي لو الضلعين تطابقوا على بعض يبقى الزاوية اسمها الزاوية صفرية. طب من اسمها الزاوية الصفرية قياسها كام؟ قال لي قياسها صفر. طيب زودنا عن الصفر شوية، قال لي يبقى اسمها زاوية حادة. يبقى الزاوية الحادة أكبر من صفر وأقل من 90. لو بقت 90 بالظبط يبقى اسمها زاوية قائمة. زي الفل. طب زودنا عن 90 يبقى اسمها زاوية منفرجة. يبقى لو أكبر من 90 اسمها زاوية منفرجة وأقل من 180. طيب وصلنا 180 بقت اسمها زاوية مستقيمة. طب لو عدينا ال 180 بقى اسمها زاوية منفرجة أو زاوية منعكسة. زي الفل. يبقى كده الزاوية الصفرية قياسها صفر، الزاوية الصفرية قياسها صفر. طيب الزاوية الحادة أو الزاوية القائمة 90. طب الزاوية الحادة أكبر من صفر وأقل من 90. طب الزاوية المستقيمة 180 درجة. طيب الزاوية المنفرجة أكبر من 90 وأقل من 180. وآخر حاجة الزاوية المنعكسة أكبر من 180 وأقل من 360. زي الفل. دي أشكال بتتكون من ضلعين أو جزئين قلت لك اللي هما شعاعين بيعملوا لي زاوية. طب إيه الشكل اللي بيتكون من 3 أضلاع؟ قال لي المثلث. طيب عندي كام نوع من أنواع المثلثات؟ في ناس قالت 3، ناس قالت 4، وناس قالت 6. أنا عندي كام نوع؟ عندي 6 أنواع من أنواع الزوايا. ال6 أنواع دول بنقسمهم إزاي؟ قال لي هنقسمهم 3 من حيث الأضلاع و3 من حيث الزوايا. طيب تعالى ناخد ال3 اللي من حيث الأضلاع. مين هم؟ أو قال لي أول نوع عندي لو كانوا ال3 زوايا قد بعض يبقى اسمه مثلث متساوي الأضلاع. طيب لو كانوا ضلعين بس قد بعض يبقى اسمه مثلث متساوي الساقين. طب ولا ضلع قد التاني يبقى اسمه مثلث مختلف الأضلاع.
زي الفل. يبقى دول 3 انواع من حيث الاضلاع. اول نوع عندي متساوي الاضلاع، تاني نوع متساوي الساقين، تالت نوع مختلف الاضلاع. جميل جدا. في 3 من حيث الزوايا. قال لي لو كل زوايا حاده. يعني ايه زاويه حاده يا مستر؟ يعني اقل من 90. لو كل زوايا حاده يبقى اسمه حاد الزوايا. يبقى اسمه ايه؟ حاد الزوايا. طب لو عنده زاويه واحده ب90، خلي بالك زاويه واحده ب90 يبقى اسمه قائم الزاويه. زاويه واحده ب90. فحاد الزوايا كانت زوايا كلها حاده فقلنا حاد الزوايا. لكن في المثلث قائم الزاويه هي زاويه واحده بس ل90، زاويه واحده بس اللي قائمه فاسمه قائم الزاويه. طيب لو زاويه اكبر من 90 يبقى اسمه منفرج الزاويه. تاني يبقى عندي كام نوع من انواع المثلثات؟ عندي 6 انواع، 3 من حيث الاضلاع و3 من حيث الزوايا. قلت لك 3 من حيث الاضلاع. اول نوع عندي متساوي الاضلاع، كل اضلاعه قد بعض. تاني نوع عندي متساوي الساقين، عنده ضلعين 2 بس قد بعض. تالت نوع عندي مختلف الاضلاع ولا ضلع قد التاني. طيب لو قلنا 3 انواع من حيث الزوايا، يبقى اول نوع عندي حاد الزوايا، كل الزوايا اقل من 90. تاني نوع عندي قائم الزاويه، عنده زاويه واحده ب90. طيب اكبر من 90، زاويه واحده اكبر من 90 يبقى اسمه منفرج الزاويه. كلام جميل جدا. طيب معلومه مهمه جدا هنحتاجها دايما في شغلنا طول السنه ديت او طول الترم ده. بيقول لي مجموع قياس الزاويتان المتتامتان. لو قال لي متتامتان زاويتين بيتمموا بعض يبقى مجموعهم كام؟ 90. طب لو قال لي مجموع قياس الزاويتان المتكاملتان هقول له 180. واخر حاجه مجموع قياسات الزوايا الداخل المثلث برضو بيساوي 180. يبقى قياس الزاويتان المتتامتان 90، الزاويتان المتكاملتان 180، واخر حاجه مجموع قياسات الزوايا الداخل المثلث 180 درجه. نظريه فيثاغورس. عشان نتكلم عن نظريه فيثاغورس مبدئيا هي بتشتغل على مثلث قائم الزاويه بس. طب لو جه مثلث تاني اوعى تفكر فيه، ما تجيش في دماغك اصلا. هو نوع واحد بس من المثلث، المثلث قائم الزاويه. طيب عشان تتعلم نظريه فيثاغورس محتاج تعرف ان الضلع اللي في وش الزاويه القايمه اسمه الوتر. طيب والالف ب والب ج اسمهم ضلعي القائمه، فالالف ب ضلع والب ج برضه ضلع. طيب في نظريه فيثاغورس يا اما بنجيب وتر يا اما بنجيب ضلع. قال لي لو عايز وتر 4 كلمات ايه هم؟ ربع ربع اجمع هات الجذر. لو عايز وتر 4 كلمات ربع ربع اجمع هات الجذر. طيب لو عايز ضلع برضه 4 كلمات ربع ربع اطرح هات الجذر. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى نظريه فيثاغورس عباره عن جملتين. تمام؟ لو عايز وتر ربع ربع اجمع هات الجذر، لو عايز ضلع ربع ربع اطرح هات الجذر. كلام جميل جدا. طيب تعالى بقى نخش في حساب المثلثات بتاعتنا. اول درس عندي اسمه النسب المثلثيه الاساسيه للزوايا الحاده. طيب مين هي النسب دي؟ ايه هي النسب المثلثيه دي؟ قال لي اول نسبه عندي اسمها جيب الزاويه. اول نسبه عندي اسمها جيب الزاويه. النسبه الثانيه اسمها جيب تمام الزاويه. والنسبه الثالثه اسمها ظل الزاويه. طيب هل احنا هنتعامل يا مستر مع جيب الزاويه، جيب تمام الزاويه، ظل الزاويه؟ لا، احنا هنتعامل مع الاختصارات بتاعتها. يعني ايه؟ قال لي خد اول حرف من جيب واول حرف من الزاويه يعملوا لك جا، يبقى جيب الزاويه اختصارها ايه؟ جا. طيب جيب تمام الزاويه خد حرف الجيم، خد حرف الت، خد حرف الالف. خد اول حرف من كل كلمه يدي لك كلمه ايه؟ جتا. طيب واخر حاجه ظل الزاويه ظا، يبقى جيب الزاويه جا، جيب تمام الزاويه جتا، ظل الزاويه ظا. كلام جميل جدا. مين بقى الجا؟ مين الجتا؟ ومين الظا؟ طيب تعالى نركنهم على جنب دلوقتي. لازم نتعلم حاجه، ايه هي؟ لو انا عايز اتكلم عن زاويه الف، لو انا عايز اتكلم عن زاويه الف قال لي يبقى الضلع اللي في وشها اسمه الضلع المقابل. طيب والضلع اللي جنبها اسمه الضلع المجاور. يبقى في الوش يعني مقابل. طب لو جنبي يبقى اسمه ايه؟ مجاور. ودايما دايما الضلع اللي في وش الزاويه القايمه اسمه ايه؟ اسمه الوتر. في مشكله في الكلام ده؟ يبقى انا لو بتكلم عن زاويه الف
الضلع اللي في وشها اسمه مقابل. طيب والضلع اللي جنبها اسمه مجاور. والالف جيم ثابت اسمه ايه؟ الوتر. طيب سيبك من الالف دلوقتي، عايز اتكلم عن زاويه جيم. قال لي يبقى الضلع اللي في وشها اسمه، برافو، مقابل. طيب الضلع اللي جنبها اسمه مجاور. ايه ده يا مستر؟ طب ما ده برضه جنبها، ليه ما يكونش ده المجاور؟ قال لي لا، ده اللي في وش الزاويه القايمه ده ثابت دايما اسمه ايه؟ دايما اسمه الوتر. كلام جميل جدا. طيب سيبك بقى من الكلام ده، تعال نشوف الجا والجتا والظا. جه قال لي الجا بتساوي مقابل على وتر. مين الجا؟ مقابل على وتر. مين الجا؟ مقابل على وتر. مين الجتا؟ مجاور على وتر. مين الجتا؟ مجاور على وتر. اما الظا مقابل على مجاور. خد البسط على البسط، يبقى مقابل على مجاور. يبقى الجا مقابل على وتر، الجتا مجاور على وتر، اما الظا مقابل على مجاور. خد البسط على البسط. كلام جميل جدا. طيب كده بيقول لي ان انا لو عندي زاويه الف وزاويه ب بيساوي 90 درجه. يعني ايه؟ عندي زاويتين ب 90. طب جم منين؟ تعال نرجع تاني للمثلث ده. المثلث ده الف ب ج. قلت لك من شويه مجموع قياسات زوايا المثلث بيساوي 180 درجه. عندي زاويه ب 90، شيل 90 من 180 يبقى كام؟ يبقى 90. فدايما في المثلث القائم الزاويتين الحادتين مجموعهم 90. دايما في المثلث القائم الزاويتين الحادتين مجموعهم 90. طيب عايز ايه يا مستر؟ بيقول لي لو عندي زاويه الف وزاويه ب الاثنين على بعض ب 90 درجه، ايه اللي هيحصل؟ قال لي فان جا الزاويه الاولى بتساوي جتا الزاويه الثانيه. يبقى جا الزاويه الاولى بتساوي جتا الزاويه الثانيه. طيب وجتا الزاويه الاولى بتساوي جا الزاويه الثانيه. يبقى جا الزاويه الاولى بتساوي جتا الزاويه الثانيه، وجتا الزاويه الاولى بيساوي جا الزاويه الثانيه. هنستخدمها كتير قوي في الحل معانا. ثالث حاجه ظا الزاويه الاولى، اقسم الجا على الجتا. ظا بتساوي جا على جتا، ظا بتساوي جا على جتا، او ظا الزاويه الاولى في ظا الزاويه الثانيه بيساوي 1. تاني يبقى جا الزاويه الاولى بيساوي جتا الزاويه الثانيه، جتا الزاويه الاولى بيساوي جا الزاويه الثانيه. ظل الزاويه بيساوي جا على جتا، ظل الزاويه بيساوي جا على جتا. ظل الزاويه الاولى في ظل الزاويه الثانيه بيساوي 1. كلام جميل جدا. طيب الدرس الثاني النسب المثلثيه الاساسيه لبعض الزوايا الخاصه. قلت لك بنعمل جدول جا جتا ظا. بنعمل جدول جا جتا ظا 30 45 60. يبقى التاني جا جتا ظا 30 45 60. قلت لك الجا والجتا اقسم كله على الاثنين، يعني المقام اكتبه 2. اقسم كله على الاثنين يعني المقام اكتبه 2. يلا 1 2 3. هرجع 1 2 3. تاني الجا والجتا يقسم كله على الاثنين، يعني اكتب في المقام 2. طب يلا البسط 1 2 3. هرجع 1 2 3. خد الجذر للبسط كله، بمعنى جذر الواحد جذر الاثنين جذر الثلاثة، جذر الواحد جذر الاثنين جذر الثلاثة. خلي بالك جذر الواحد بواحد فمالوش لازمة، جذر الواحد بواحد فمالوش لازمة. في مشكلة في الكلام ده؟ في حاجة صعبة؟ زي الفل. قلت لك جا 45 وجتا 45، مش هكتبهم جذر 2 على الاثنين. امال هنكتبهم ايه يا مستر؟ قال لي هنكتبهم 1 على جذر 2. هنكتبهم ايه؟ 1 على جذر 2. كلام جميل جدا. ناقص مين ما جبتوش؟ قال لي ناقص عندي الظا. طيب الظا هجيبها ازاي؟ قال لي خد البسط على البسط. تاني الظا قلت لك خد البسط بتاع الجا على البسط بتاع الجتا، يبقى 1 على جذر 3. طيب تعالى هنا خد الظا البسط على البسط 1 على 1. 1 على 1 يديني ايه؟ يديني 1. كلام جميل. خد البسط على البسط يبقى جذر 3 على 1. الواحد في المقام ليه لازمة؟ ليه لازمة؟ ملوش لازمة، تبقى بتساوي جذر 3. فعندك ظا 45 هتساوي 1
وظا 60 هتساوي جذر 3. كلام جميل جدا. يبقى تاني الجا والجتا يقسم كله على الاتنين. الجا والجتا يقسم كله على الاتنين تاني. يلا الجا والجتا اقسم كله على الاتنين، يعني اكتب في المقام 2. طيب وبعدين 1 2 3 هرجع 1 2 3. خد الجذر البسط كله كده كده، جذر 1 1 جذر 1 1 سيب جذر 2 وسيب جذر 3. في مشكلة في الكلام ده؟ قلت لك جا 45 وجاتا 45 مش هكتبهم كده، انا هكتبهم 1 على جذر 2. طب يلا خلاص هكتبهم 1 على جذر 2. تعال نجيب الظا، خد البسط على البسط 1 على جذر 3. تعال نجيب الظا، خد البسط على البسط 1 على 1. هو 1 على 1 يديني ايه؟ يديني 1. طيب خد البسط على البسط يبقى جذر 3 على 1. الواحد في المقام ملوش لازمة، تديني جذر 3. كلام جميل جدا. فتبقى الظا 45 بتساوي 1 والظا 60 جذر 3. الجدول ده لازم تبقى حافظه. احفظه بالطريقه اللي قلت لك عليه وكررها، اكتبها مع نفسك مرتين 3. تمام؟ مع الوقت وانت بتحل طول الترم هتلاقي نفسك انك حفظتهم اصلا. كلام جميل جدا. تعال نشوف اول مثال عندي. اول مثال بيقول لي 2 جتا تربيع 30 ناقص 1 بيساوي نقط. طيب جميل جدا. قلت لك بنعمل ايه؟ قلت لك بنعوض. بمعنى الاثنين هنزلها، ادي الاثنين. في ما بين الاثنين والجتا حاجه؟ في ما بين الاثنين والجتا حاجه؟ لا مفيش. حط ايه؟ حط فيه جتا تربيع 30. جتا 30 روح للجدول هتلاقي جتا 30 بتساوي جذر 3 على 2. يبقى جتا 30 جذر 3 على 2. طب دي جتا تربيع يبقى جذر 3 على 2 أس 2. خلي بالك جتا أس 2 حط أس 2. ناقص كام في الآخر؟ قال لي ناقص 1. تحط الكلام ده على الآلة يطلع معاك بنص. إيه ده يا مستر؟ هي فين النص؟ مش موجودة في الاختيارات. أكيد عملنا حاجة غلط. لا ما عملناش حاجة غلط. تعالى واحدة واحدة. الجتا 60 عندك في الجدول بنص. لا يا نص اهي. يبقى الاختيار بتاعي ألف. في مشكلة في الكلام ده؟ كلام جميل جدا. خش على السلايد اللي بعده. يقول لي إذا كان س وساط قياسي زاويتان متتامتان. هفهم من زاويتان متتامتان إن مجموعهم كام؟ قال لي مجموعهم 90. كلام جميل جدا. افتكر جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية الثانية. جتا الزاوية الأولى بيساوي جا الزاوية الثانية. ظا الزاوية الأولى بيساوي مقلوب ظا الزاوية الثانية. كلام جميل جدا. التاني جا الزاوية الأولى ب3 على 5. عايز جتا الزاوية الثانية. قلت لك طالما الزاويتان متتامتان يبقى جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية الثانية. جا الزاوية الأولى ب3 على 5 يبقى جتا الزاوية الثانية برضو بكام؟ برضو ب3 على 5. اللي بعده. إذا كانت جا 70 بيساوي جتا س. خلي بالك جا 70 بيساوي جتا س حيث س قياس زاوية حادة. قلت لك امتى جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية الثانية؟ قال لي لو كان الزاويتين مجموعهم 90. طب معايا واحدة ب70 يبقى الثانية بكام؟ قال لي يبقى الثانية بتساوي 20 درجة. كلام جميل جدا. اللي بعده. في المثلث أ ب ج إذا كان قياس زاوية أ بيساوي 85 درجة. قياس زاوية أ بكام؟ 85 درجة. تعالى كده. قياس زاوية أ بيساوي 85 درجة. وجا ب بيساوي جتا ب. إيه ده؟ جا ب بيساوي جتا ب. جا ب بيساوي جتا ب. ثانية واحدة. ثانية واحدة. جا ب بيساوي جتا ب. مين الزاوية اللي الجا بتاعتها قد الجتا بتاعتها؟ مين الزاوية اللي الجا بتاعتها قد الجتا بتاعتها؟ جا 45 بتساوي جتا 45. طيب يبقى معنى كده إن لما يجي يقول لي جا ب بتساوي جتا ب الزاويتين زي بعض، الزاويتين ب، يبقى كده الب الواحدة بكام؟ قال لي يبقى كده الب الواحدة بتساوي 45 درجة. طب بلاش طريقة تانية. أنا قلت لك إمتى جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية؟
قلت لك لو كان الزاويتين مجموعهم 90. طب ما الزاويتين يا مستر قد بعض، دي ب ودي ب. قال لي خلاص اقسم 90 على الاتنين يديني الواحدة بكام؟ ب 45. يبقى كده زاوية ب بتساوي 45. يبقى عندي قياس زاوية أ بيساوي 85 درجة، وقياس زاوية ب بيساوي 45 درجة، ناقص قياس زاوية ج اللي هو عايزها. كلام جميل جدا. معاك زاويتين وعايز التالتة. مجموع قياسات زوايا المثلث 180 درجة، يبقى أقول له 180 ناقص، واجمع الزاويتين اللي معاك 85 و 45 يديك 130. يلا 180 ناقص 130 يديني 50 درجة. يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ 50 درجة. كلام جميل جدا. المثال اللي بعده يقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان قياس زاوية أ، ركز بقى معايا. قياس زاوية أ إلى قياس زاوية ب إلى قياس زاوية ج، زود كمان خانة إلى المجموع. يبقى دايما بزود خانة اسمها إيه؟ المجموع. نكمل. قال لي النسبة ما بينهم 3 بالترتيب أهو، إلى 4 إلى 5. هات المجموع يلا. 3 و4 7، 7 و5 12. خلي بالك دي مجموع النسب. هو في 3 زوايا في المثلث ينفع يبقى مجموعهم 12؟ لا. أيوة أنا سامع حد بيقول مجموعهم المفروض 180. مجموع قياسات زوايا المثلث بتساوي 180 درجة. يبقى أنا عملت إيه؟ كتبت النسب 3 إلى 4 إلى 5. المجموع مجموع النسب، تحتها المجموع الحقيقي بتاع الزوايا 180. هو عايز مين؟ قال لي أنا عايز جتا ب. طيب سيبك بقى من الألف، مش عايز الألف، وسيبك من الجيم، أنا عايز الب. خبي الألف وخبي الجيم واعمل إيه؟ قال لي اعمل مقص. نعمل مقص 4 في 180 على ال 12. يبقى كده قياس زاوية ب بيساوي 4 في 180 على 12. تطلع معاك زاوية ب بتساوي 60 درجة. يبقى زاوية ب طلعت بكام؟ زاوية ب طلعت ب 60 درجة. كلام جميل جدا. هو عايز زاوية ب؟ قال لي لا يا مستر ده عايز جتا ب. طب ايه المشكلة يا حبيبي؟ جتا ب، جتا ب، ب بكام؟ ب 60. يبقى جتا 60 من الجدول عندك تطلع الإجابة نص. المثال اللي بعده يقول لي إذا كانت جا س بيساوي نص، حيث س زاوية حادة، فإن قياس زاوية س بتساوي، بص معايا كده، جا س بيساوي نص، جا مين بيساوي نص. تروح تبص على الجدول عشان تعرف جا مين بيساوي نص. تعال نبص على الجدول على ما يتحفظ. جا مين بيساوي نص؟ قال لي جا 30. كلام جميل جدا. يبقى معنى كده ان السين دي المفروض تبقى بكام؟ قال لي السين دي كده المفروض تبقى ب 30. كلام جميل قوي. يبقى كده السين بتساوي كام؟ السين بتساوي 30. طب هو عايز ايه؟ قال انا عايز قياس زاوية س تطلع ب 30 درجة. المثال اللي بعده يقول لي إذا كانت النسبة بين قياسي زاويتان متكاملتان. تعال عند زاويتان متكاملتان، اقف هنا كده شوية. فهمت ايه من زاويتان متكاملتان؟ قال لي فهمت ان مجموع الزاويتين بيساوي 180 درجة. كلام جميل، عاش، كمل. طيب النسبة بينهم كام إلى كام؟ 3 إلى 5. يبقى كده الزاوية الأولى إلى الزاوية الثانية زود خانة اسمها المجموع. النسبة ما بين الأولى إلى الثانية كام؟ 3 إلى 5. يلا مجموع النسب 3 و5 كام؟ 8. يبقى مجموع النسب 8. طب المجموع الحقيقي بتاع الزاويتين قال لي مجموعهم 180 درجة. يبقى تحت ال 8 هكتب كام؟ هكتب 180. كلام جميل جدا. عايز الزاوية الأولى، عايز الزاوية الأولى، خب الثانية واعمل مقص. عايز الزاوية الأولى خب الثانية واعمل مقص. 3 في 180 على 8. يبقى تعالى كده 3 في 180 على 8. طيب عايز الزاوية الثانية
عايز الزاوية التانية، خبي الأولى واعمل ناقص 5 في 180 على 8. تمسك الآلة بتاعتك تكتب له على الآلة 3 في 180 على 8 تطلع معاك رقم. اوعى تحط الإجابة دي. ليه يا مستر؟ قال لي عايز القياس الستيني. ايه حوار القياس الستيني؟ قال لي هو قياس الزاوية بالدرجات والدقايق والثواني. قياس الزاوية بالدرجات والدقايق والثواني. هتمسك الآلة الجميلة بتاعتك، حط 3 في 180 على 8 تطلع لك رقم. طيب الرقم ده هتعمل فيه ايه؟ هتيجي كده الآلة بتاعتك فيها سالب هنا، انت عارف زرار السالب، جنب زرار السالب في زرار تاني هتلاقيه عامل كده، زرار الكومة. دوس على الزرار ده تطلع لك الزاوية بتاعتك بالدرجات والدقايق والثواني. في الغالب هتطلع 68 درجة و30 دقيقة وصفر ثانية. ما تكتبش الصفر، طالما صفر ما تكتبوش. طيب الزاوية التانية 5 في 180 على 8. تمسك الآلة 5 في 180 على 8 دوس على زرار الكومة تطلع معاك الإجابة بتاعتك 112 درجة و30 دقيقة. كلام جميل. المثال اللي بعده بيقول لي إذا كان أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. أ ج ب 13 سم. استنى، قلت لك أنت اللي هترسم المثلث بنفسك. يعني إيه؟ هتيجي هنا كده على جنب ترسم المثلث بتاعك. قال لك المثلث اسمه إيه؟ قال لك المثلث أ ب ج. ما تستعجلش وتحط الحروف. تعال نشوف مين الزاوية القائمة. قال لي قائم الزاوية في ب. قائم الزاوية في ب، يبقى مين الزاوية القائمة؟ ب. طب والألف والجيم يا مستر في أي حتة، ارميهم في أي داهية. أدي الألف وأدي الجيم. نكمل. قال لي ألف جيم 13 سم. أدي الألف جيم 13 سم والب جيم 12 سم. ناقص مين؟ قال لي ناقص الألف ب. فاكر لما كنت بقول لك عندك ضلعين وعايز التالت في مثلث قائم، مين يجيبهولك؟ قال لي فيثاغورس. مين يجيبهولك؟ فيثاغورس. طيب هسأل نفسي سؤال، الألف ب اللي أنا عايزه ده، ضلع ولا وتر؟ طيب هو قال لي اللي في وش الزاوية القايمة هو الوتر، يبقى أكيد ده ضلع. كلام جميل جدا. طالما عايز ضلع 4 كلمات، ربع اطرح هات الجذر. ربع اطرح هات الجذر. طب يلا، ربع ال 13 أس 2. ربع ال 12 أس 2. طب وبعدين اطرح هات الجذر. امسك الآلة بتاعتك، جذر 13 أس 2 ناقص 12 أس 2 دوس يساوي، تطلع معاك أ ب ب5 سم. يبقى الألف ب بكام؟ الألف ب ب5 سم. عايز إيه بقى؟ عايز ج تربيع ج زائد ج تربيع أ بيساوي 1. لو نسيت أقول لك على حاجة، في أي سؤال حساب مثلثات اوعى تشوف المطلوب أو اوعى تفكر في المطلوب غير لما يكون معاك الثلاث أضلاع في المثلث بتاعك. بمعنى أنا رسمت المثلث لقيت ضلعين، من غير ما ابص على المطلوب اصلا تلقائي رحت جبت الضلع الثالث، لان كده كده هحتاجه. لازم يكون معاك الثلاث اضلاع، نكمل. عايز نثبت ان ج تربيع ج زائد ج تربيع أ بيساوي 1. خلاص مفيش مشكله. تعال نشوف لو الج تربيع ج زائد ج تربيع أ. والله لو طلعت بواحد يبقى اذا ج تربيع ج زائد ج تربيع أ بيساوي 1. طب طلعت اكبر من 1 في مشكله عندك، طلعت اصغر من 1 في مشكله عندك. خلي بالك ان دايما في سؤال الاثبات هو ما بيكذبش، دايما في سؤال اثبت ان هو ما بيكذبش، دايما كلامه صح. فانت لو طلعت اقل من 1 او اكبر من 1 في مشكله عندك. طيب تعال نشوف. قال لي هات ج تربيع ج زائد ج تربيع أ. تعال نشوف الكلام ده بيساوي ايه. هنعوض. بمعنى ج تربيع ج، سيبك من التربيع دلوقتي، ج مين الجا؟ مقابل على وتر. مين الجا؟ مقابل على وتر، يبقى 5 على 13. خلي بالك دي ج تربيع
يبقى 5 على 13 أس 2 زائد 5 أو جا تربيع ألف. جا تربيع ألف، سيبك من التربيع. جا ألف مقابل على وتر يبقى 12 على 13. أدي ال 12 على 13. مستر نسيت حاجة، إيه هي؟ التربيع. خلي بالك أس 2 جا أس 2 ألف يبقى 12 على 13 أس 2. حط الكلام ده على الآلة يا نجم، هيطلع معاك بيساوي 1. طالما طلعت معاك بيساوي 1، إيه ده؟ الجا تربيع ج زي الجا تربيع ألف بيساوي 1، يبقى إذا جا تربيع ج زائد جا تربيع ألف بيساوي 1، وهو المطلوب إثباته. كلام جميل. المثال اللي بعده، بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت أن ظا تربيع 60 ناقص ظا تربيع 45 بيساوي 4 جا 30. لازم في الأسئلة دي الجدول يبقى قدامك عشان تعرف تحل مؤقتا لغاية لما تحفظ تلقائي مع نفسك، هتلاقي إنك حفظت الكلام ده. طيب بعمل إيه في سؤال الإثبات؟ أنا في سؤال الإثبات بتقسم الصفحة نصين. في سؤال الإثبات بقسم الصفحة نصين. طيب وبعدين هات الطرف الأيمن اللي هو اللي قبل اللي يساوي ظا تربيع 60 ناقص ظا تربيع 45 بيساوي، وهات الطرف الأيسر 4 جا 30. تعال نشوف الطرف الأيمن بيساوي كام. والله مثلا تعال نفترض إن الطرف الأيمن طلع ب3 وجيت أجيب الطرف الأيسر برضه طلع ب3. مش معنى كده إن الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر يبقى أنا الكلام اللي بيقول عليه ده صح، والإثبات اللي هو عايزني أثبته مفهوش مشكلة. طيب تعال نجيب الطرف الأيمن ونشوف هيطلع بكام، ونجيب الطرف الأيسر ونشوف هيطلع بكام. ظا تربيع 60. ظا تربيع 60، سيبك من التربيع. ظا 60، مين ظا 60 في الجدول؟ افتح الملزمة بتاعتك، ظا 60 هتلاقيها بجذر 3. خلي بالك ايه يا مصر؟ ظا تربيع يبقى جذر 3 أس 2 ناقص ظا تربيع 45. طيب ظا 45 بواحد، طب والتربيع كده كده ملوش لازمة. 1 أس 2 بواحد، 1 أس 3 بواحد، 1 أس 4 بواحد، فكده كده الأس هنا ملوش لازمة. تحط الكلام ده على الآلة هيطلع معاك في الآخر بيساوي كام؟ 2. سيبك من الكلام ده، تعال نشوف الطرف الأيسر. 4 جا 30، نزل الأربعة. في ما بين الأربعة والجا حاجة؟ مفيش. حط إيه؟ حط فيه. جا 30 بتساوي نص. 4 في نص بكام؟ ب2. إيه ده يا مستر؟ الطرف الأيمن طلع ب2 والطرف الأيسر طلع ب2. مش كده الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر؟ يبقى إذا لو عايزه بقى ظا تربيع 60 ناقص ظا تربيع 45 بيساوي 4 جا 30. أوجد قيمة س التي تحقق أن س جا 30 بيساوي جا 30 جا 60 زائد جا 30 جا 60. نزل كل حاجة زي ما هي، بمعنى السين نزلها فيبقى عندك س جا 30. في ما بين السين والجا حاجة؟ مفيش. حط فيه. جا 30 عندي بكام؟ روح للجدول هتلاقي ان جا 30 بتساوي نص، بيساوي جا 30 بتساوي نص. في ما بين الجا والجاتا حاجة؟ حط فيه. جاتا 60 في الجدول برضو بنص، زائد جاتا 30 جذر 3 على 2 في جا 60 جذر 3 على 2. طيب س في نص، الزقهم في بعض يبقى نص س. نص في نص، يلا بسط في بسط، مقام في مقام، 1 في 1 2 في 2 ب4 زائد جذر 3 في جذر 3. الجذر في جذر لو شبه بعض شيل الجذر تبقى 3 و2 في 2 ب4. نص س نزلها زي ما هي، ربع وتلات ارباع يديني 1. عايز السين لوحدها اضرب في مقلوب اللي جنبها. عايز السين لوحدها اضرب في مقلوب اللي جنبها. 2 فوق راحت مع 2 تحت، 1 فوق راح مع 1 تحت، يتبقى عندي س. الواحد في المقام ملوش لازمة، 1 في 2 ب2 يبقى الس بتساوي 2. المثال اللي بعده،
في الشكل المقابل أ ب ج ده مثلث مرسوم. قال إن قياس زاوية أ بتساوي 90 درجة، وأ ج ب 15 سنتي، وأ ب ب 20 سنتي. على طول أنا من غير ما أبص على المطلوب عايز أجيب الضلع التالت، لازم يكون معايا الثلاث أضلاع. هو إيه المطلوب؟ عايز نثبت إن الكلام ده بيساوي صفر. عايزين نجيب الب ج. هسأل نفسي سؤال، الب ج ضلع ولا وتر؟ الب ج طالما في وش الزاوية القايمة يبقى إيه؟ يبقى وتر. طالما الب ج في وش الزاوية القايمة يبقى وتر. طيب تعال نشوف الب ج بيساوي، لو عايز وتر 4 كلمات ربع ربع اجمع هات الجذر. 4 كلمات ربع ربع اجمع هات الجذر. ربع ال 20 أس 2، ربع ال 15 أس 2، اجمع هات الجذر يطلع معاك ب 25 سنتي. يبقى كده الب ج بكام؟ قال لي الب ج ب 25 سنتي. كلام جميل. معايا الثلاث اضلاع، تعال نشوفه عايز ايه. عايز نثبت ان الطرف ده بيساوي صفر. طب ما تيجي نشوف الطرف ده اصلا بيساوي كام. تعال نعوض ونشوف بيساوي كام. طب يلا، جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب بيساوي. تعال نشوف يلا. جتا ج، تعال نعوض تحت عشان الموضوع يبقى اسهل. جتا ج مين الجتا؟ قال لي الجتا مجاور على وتر، يبقى 15 على 25. يبقى تعالى 15 على 25. في ما بين الجتا والجتا حاجة؟ في ما بينهم هنا حاجة؟ لا. حط فيه جتا ب مجاور على وتر، يبقى 20 على 25 ناقص جا ج جا ب جا ج مقابل على وتر، يبقى 20 على 25. في ما بين الجا والجا حاجة؟ حط فيه جا ب مقابل على وتر، يبقى 15 على 25 بيساوي. بص معايا كده من غير ما تمسك الآلة، ما تمسكش الآلة. 15 على 25 في 20 على 25 ناقص 15 على 25 في 20 على 25. مش ده هو ده؟ حاجة ناقص نفسها تديني صفر. يعني الكلام ده كله طلع في الآخر بيساوي كام؟ بيساوي صفر. يبقى إذا جتا ج جتا ب ناقص جا ج جا ب بيساوي صفر. كلام جميل جدا. والمثال اللي بعده يقول لي إذا كانت، نرجع تاني اختيارات، إذا كانت جتا س بتساوي جذر 3 على 2 حيث س قياس زاوية حادة فإن جا 2 س. كلام جميل. تعال نشوف. كنت بقول لك جتا مين يديني جذر 3 على 2. تعال نبص على الجدول. جتا مين بجذر 3 على 2 جتا 30. يبقى الس بتساوي كام؟ قال لي الس بتساوي 30، بس هو مش عايز السين، هو عايز جا 2 س. طيب لو السين الواحدة ب 30 يبقى ال 2 س بتساوي كام؟ قال لي يبقى ال 2 س بتساوي 60. تاني، لو السين الواحدة ب 30 يبقى ال 2 س بتساوي 60. طيب عايز جا 60، افتح الجدول هتلاقي جذر 3 على 2، يبقى الإجابة بتاعتي ب جذر 3 على 2. والمثال اللي بعده، إذا كانت س بتساوي جتا 60 ظا 45 فإن السين تربيع. طيب سيبك من السين تربيع دلوقتي، تعال نشوف السين الأول بكام. السين تعال نشوفها الأول بكام. السين بيساوي جتا 60 في ظا 45. جتا 60 بنص في ظا 45 بواحد، نص في واحد بنص، يبقى السين بتساوي كام؟ بس هو مش عايز السين يا مستر، ده عايز السين تربيع. طيب ادي السين هشيلها واحط مكانها يس. طب والتربيع اهو. يلا عايز ربع بسط ربع مقام. يعني نربع يعني اضرب العدد في نفسه. يلا 1 أس 2 1 في 1 في 1، 2 أس 2 2 في 2، يبقى الإجابة بتاعتي ربع. سي. في المثلث أ ب ج إذا كان قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة فإن جا الزاوية الأولى زائد جتا الزاوية الثانية. تعالى هنا شوية. يقول لي جا الزاوية الأولى
زائد جتا الزاوية التانية. ايه ده يا مستر؟ انا ولا معايا قيمة جا الزاوية الأولى ولا معايا قيمة جا الزاوية التانية. طيب هعمل ايه؟ قلت لك لو انا عندي زاوية ب90 او لو عندي زاويتين مجموعهم 90 تمام، يبقى جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية، وجتا الزاوية الأولى بيساوي جا الزاوية التانية. بمعنى جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية. اقف هنا. جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية. لو أنا جيت هنا شلت جتا الزاوية التانية، مش هي جا الزاوية الأولى؟ أحط مكانها جا الزاوية الأولى. حد عنده اعتراض؟ في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب هو س وس 2 س، صاد وصاد ينصاد، لام ولام 2 لام، جا وجا 2 جا ألف. هل الاتنين جا ألف موجودة هنا؟ مش موجودة. طيب فأنت بتعمل إيه؟ نفس الكلام تاني، جا ألف زائد جتا جيم بيساوي. تعالى كده، قلت لك جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية. طيب ما تشيل جا الزاوية الأولى ونحط مكانها جتا الزاوية التانية. كنت قايل لك من شوية جا وجا، قلت لي 2 جا. طب جتا وجتا يبقى 2 جتا جيم، هتلاقيها الاختيار جيم. سؤال حلو. السؤال اللي بعده، جا 2 س بيساوي 5/10 اللي هي نص. جا 2 س بيساوي 5/10 اللي هي نص. يلا جا مين يديني نص؟ قال لي جا 30، يعني ال 2 س بيساوي كام؟ ب30. لو ال 2 س ب30 يبقى س الواحدة بتساوي 15. السؤال اللي بعده، بدون استخدام الآلة الحاسبة اثبت أن جتا تكعيب 30 يساوي 9 جتا أس 63 ناقص ظا أس 2 45. قلت لك في سؤال الإثبات بنقسم الصفحة نصين. الطرف الأيمن جا أس 3 30، الطرف الأيسر 9 جتا أس 63 ناقص ظا أس 2 45. تعال نشوف لو الطرف الأيمن طلع عند الطرف الأيسر يبقى الكلام ده صح. كلام جميل جدا. جتا أس 33 جا 30، فكك من أس 3 دي. جا 30 بكام؟ قال لي والله جا 30 بنص. طب والأس 3 أهو، نص أس 3. يلا 1 أس 3 يعني 1 اتضرب في نفسه 3 مرات يديني 1. 2 أس 3 يعني 2 اتضربت في نفسها 3 مرات، 2 في 2 ب4 في 2 تديني 8. يبقى 1 على 8. طب تعالى هنا قسم التسعة. في ما بين التسعة والجتا حاجة؟ لا مفيش. حط فيه جتا أس 63. جتا 60 بنص. طب وفي أس 3 يا مستر؟ أهو، ولا تساعد نفسك. ناقص ظا تربيع 45، ظا 45 بواحد، قلت لك أس 2 على 1 ملوش لازمة. حط الكلام ده على الآلة يطلع معاك ب1 على 8. إيه ده؟ الطرف الأيمن طلع ب1 على 8 والطرف الأيسر طلع ب1 على 8. يبقى إذا جا أس 33 بيساوي 9 جتا أس 63 ناقص ظا أس 2 45، وهو المطلوب إثباته. ركز بقى معايا في المثال ده. بيقول لي أ ب ج د شبه أو منحرف متساوي الساقين. طيب شبه منحرف متساوي الساقين بيترسم ازاي؟ مبدئيا لفظ متساوي الساقين يعني عنده ضلعين قد بعض. لفظ متساوي الساقين يعني عنده ضلعين قد بعض. طيب ادي القاعدة وادي القاعدة الثانية وادي الضلعين اللي قد بعض. طيب فين الحروف بتاعتي؟ قال لي تعالى نشوف أ ب ج د شبه منحرف متساوي الساقين. فين الألف؟ فين الب؟ فين الجيم؟ فين الدال؟ معرفش. نكمل. أ د بيوازي ب ج. أ د بيوازي ب ج. كلام جميل جدا. يبقى أ ب ج د. أنا كده مش تمام. الألف د بيساوي 4 سم. الألف د ب4 سم. الألف ب ب5 سم. خلي بالك اسمه شبه منحرف متساوي الساقين. لو الألف ب ب5 يبقى الدال ج بكام؟ ب5. والب ج
ب 12 سنتي. عايز ايه؟ بيقول لي اوجد قيمة المقدار ده. قيمة المقدار ده مبدئيا جتا ظا، كنت قايل لك ان احنا بنشتغل على مثلث قائم الزاوية بس. طيب مثلث قائم الزاوية، فين المثلث قائم الزاوية؟ مفيش مثلث قائم الزاوية. طيب ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ قال لي تعالى نحط الزوايا اللي بيتكلم عنها في مثلث قائم. بمعنى اتكلم هنا قال لي ظا ب، واتكلم هنا قال لي جتا جيم، وهنا جيم وهنا جيم. فهو كلامه كله اهتمامه كله لزاوية ب ولزاوية ج. عايز احط زاوية ب في مثلث قائم، وعايز احط زاوية ج في مثلث قائم. بص الحركة دي، انزل من الألف بعمود، عمود يعني زاوية 90، سميه مثلا ألف واو. كده حطينا زاوية ب في مثلث ايه؟ قائم. كلام جميل جدا. انزل من الدال بعمود، سميه مثلا دال هي، هيعمل لي زاوية قائم. يبقى أول حاجة نرسم ألف واو عمودي على ب ج، ألف واو عمودي على ب ج، و دال ه برضو عمودي على ب ج. يبقى رسمت ده عمودي على ب ج، ورسمت ده عمودي على الب ج. بقى عندنا مثلث قائم وهنا مثلث قائم. قلت لك من شويه لازم يكون معايا الثلاث اضلاع في المثلث القائم، لازم يكون معايا الثلاث اضلاع في المثلث القائم، لازم يكون معايا الثلاث اضلاع في المثلث القائم. معيش غير ضلع واحد. ايه ده يا مستر؟ ده كان بيديني ضلعين عشان اعرف اجيب الثالث من نظريه فيثاغورس. نفس الكلام في المثلث ده، معيش غير ضلع واحد برضه يا مستر. كان بيديني ضلعين عشان اجيب الثالث من نظريه فيثاغورس. طيب صلي على النبي. الضلع ده بكام؟ باربعه. انا نزلت بعمود، نزلت بعمود، يبقى اللي تحتيها برضه بكام؟ باربعه. في مشكله في الكلام ده؟ ما هو عمل لي هنا زي شكل مستطيل، والمستطيل كل ضلعان متقابلان متساويان في الطول، ما تشغلش بالك. نزلت بعمود فالحته دي قد الحته دي، لو دي باربعه يبقى دي برضه باربعه. القاعده كلها بكام؟ انا القاعده كلها ب 12، شيل 4 يتبقى 8، اقسمهم على الاثنين يبقى دي 4 ودي برضه 4. كلام جميل جدا. بقى معايا هنا ضلعين ومعايا هنا ضلعين، اعرف اجيب الضلع الثالث. يلا نجيب الضلع الثالث، اسمه الف واو بيساوي. الالف واو هيساوي ايه؟ على حسب، مش ده مثلث قائم؟ الالف واو ضلع ولا وتر؟ طيب الالف واو ضلع. عايز ضلع 4 كلمات، ربع ربع اطرح هات الجذر. ربع الوتر الاول خلي بالك 65، ربع الضلع 64، اطرح هات الجذر يطلع معاك 3 سم. يبقى الالف واو بتساوي كام؟ الالف واو بتساوي 3 سم. تعال المثلث الثاني، ما هو هنا 5 وهنا 4، هنا 5 وهنا 4، لما ده اداني 3 يبقى اللي في وشه بكام؟ قال لي برضه ب3، يبقى على طول الدال هي بتساوي 3 سم. كده انا جاهز اجيب اي حاجه. بمعنى اتكلم عن زاويه ب واتكلم عن زاويه ج، حطيتهم في مثلث قائم، معايا كل الاضلاع ومعايا كل الاضلاع، اقدر اجيب اي حاجه هو عايزها. طب هو عايز ايه؟ قال لي اوجد قيمه المقدار ظا ب جتا ج على جتا تربيع ج زائد جا تربيع ج. واحدة واحدة. تعالوا نشوف البسط بيقول ايه، بعد كده ننزل للمنطقة. ظا ب، ظا ب، مين الظا؟ مقابل على مجاور، عاش 3 على 4 في جتا ج، جتا ج مجاور على وتر يبقى 4 على 5. تعال ننزل المقام، جتا تربيع ج زائد جا تربيع ج، جتا تربيع ج، جتا ج مجاور على وتر 4 على 5 أس 2 زائد جا تربيع ج، جا تربيع ج مقابل على وتر 3 على 5 أس 2. المقام كله هيطلع بواحد. البسط عندك الأربعة تطير مع الأربعة يبقى يديني 3 على 5، يبقى الإجابة بتاعتك 3 على 5. في حاجة ما فهمتهاش بتعيد السؤال تاني، كده كده ده فيديو فأنا مش مضطر إن أنا أشرح سؤال أكتر من مرة. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب، فإذا كان
2 ألف ب بيساوي جذر 3 ألف ج. أوجد النسب المثلثية الأساسية لزاوية ج، يعني عايز جا ج جتا ج ظا ج. تعال نرسم المثلث. قلت لك أول حاجة دايما بنرسم المثلث. طيب مثلث ألف ب ج مثلث قائم الزاوية ب، يبقى مين الزاوية القايمة؟ ب. الألف والجيم يرميهم في أي حتة، أدي الألف وأدي الجيم. فين الأضلاع؟ مفيش أضلاع. طب أعمل إيه؟ مش عارف أتصرف إزاي. تعال نشوف هو إداني إيه. أكيد المعطى ده أنا هستفاد منه بحاجة. طيب 2 ألف ب بيساوي جذر 3 ألف ج. ثانية واحدة كده. 2 ألف ب بيساوي جذر 3 ألف ج. ألف ب على ألف ج. ألف ب على ألف ج. ألف ب على ألف ج. خلي بالك أنا لسه عند الألف ج، ما ترجعش فاضي. جذر 3 على 2. يبقى ألف ب على ألف ج ما ترجعش فاضي، جذر 3 على 2 يبقى هيساوي جذر 3 على 2. طيب كلام جميل جدا. ألف ب على ألف ج بيساوي جذر 3 على 2. أنا هتصرف هنا إزاي؟ قال لي إحنا ممكن نحلها درس الأول وممكن نحلها درس تاني. بس تعال نحلها درس أول. إزاي حلها درس أول؟ قال لي الألف ب هي جذر 3 بس مضروبة في س. فاكر قلت لك الألف ب هي جذر 3، ما ينفعش تبقى جذر 3. هي جذر 3 بس مضروبة في س. قلت لك لما نخش في الوحدة التانية بتاعت النسبة والتناسب هتفهم ليه قلت لك الس دي. والألف ج هي الاتنين بس برضه مضروبة في س. فيبقى عندي الألف ب بيساوي جذر 3 س، والألف ج بيساوي 2 س. تعالى كده ألف ب بجذر 3 س، آدي الألف ب. والألف ج ب 2 س، الألف ج ب 2 س. عايز أجيب الب ج. الب ج ضلع ولا وتر؟ ب ج ضلع، يبقى ربع اطرح هات الجذر. طب يلا الب ج بيساوي ربع الوتر الأول، يبقى 2 س أس 2. ربع جذر 3 س أس 2، وبعديها اطرح هات الجذر. طيب يا مستر ازاي احط السين على الآلة؟ سيبك من السين، حطها من غير سين. حطها على الآلة من غير سين. جذر 2 أس 2 ناقص جذر 3 أس 2. دوس يساوي، تطلع معاك بواحد. تطلع معاك بكام؟ بواحد. حط جنبها سين. وكده كده الواحد جنب السين، الواحد جنب السين ملوش لازمة فتبقى سين بس. يبقى الب ج كده بكام؟ بسين. طب يلا عايز جا ج، عايز جتا ج، عايز ظا ج. جا ج مين الجا؟ مقابل على وتر، يبقى جذر 3 س على 2 س. جتا ج مين الجتا؟ مجاور على وتر، يبقى س على 2 س. عايز ظا ج يبقى مقابل على مجاور، يبقى جذر 3 س على س. طيب في اختصار، السين راحت مع السين يبقى جذر 3 على 2. في اختصار السين راحت مع السين يبقى السين كان جنبها كام؟ كان جنبها واحد اللي كان هنا، يبقى 1 على 2. طيب السين راحت مع السين فيتبقى جذر 3 على 1، الواحد في المقام ملوش لازمة، يبقى ظا ج بتساوي جذر 3. الكلام ده لو انا شرحتها درس اول. طيب تعال نشرحها درس تاني ونشوف الفرق، يمكن الموضوع يبقى اسهل شوية. تعالى كده ارسم المثلث ألف ب ج. ارسم المثلث ألف ب ج قائم الزاوية ب. طيب جه قال 2 ألف ب بيساوي جذر 3 ألف ج. نفس الفكرة، ألف ب على ألف ج مرجعش فاضي، جذر 3 على 2. يبقى ألف ب على ألف ج مرجعش فاضي، خد الجذر 3 واقسمها على 2. طيب ألف ب على ألف ج، هو مش هنا عايز النسب المثلثية الأساسية لزاوية ج؟ تعال نركز مع ج. قال لي ألف ب على ألف ج يعني مقابل على وتر. مقابل على وتر يبقى دي مين؟
جا مقابل على وتر دي مين؟ جا. يبقى جا جيم شلت ألف ب على ألف جيم اللي هو مقابل على وتر، حطيت مكانه جا جيم بيساوي جذر 3 على 2. في مشكلة في الكلام ده؟ جا مين يديني جذر 3 على 2؟ جا مين يديني جذر 3 على 2؟ قال لي جا 60، يبقى كده قياس زاوية ج بيساوي 60 درجة. عايز النسب المثلثية الأساسية لزاوية ج. مش زاوية ج ب 60؟ يعني عايز جا 60 جتا 60 ظا 60. طب يلا جا 60 جذر 3 على 2. جتا 60 في الجدول عندك بنص، ظا 60 بجذر 3. لو تفتكر الإجابات من شوية اللي احنا طولنا فيها قوي وحوار السين اللي حطيناه جنب النسبة والكلام الكتير قوي الملعبك ده، بص تلخص في قد ايه؟ الموضوع بسيط جدا. ازاي؟ شغل دماغك. قال لي ألف ب على ألف ج، ألف ب على ألف ج مقابل على وتر، مقابل على وتر. مين المقابل على الوتر؟ قال لي الجاه، فشيل المقابل على الوتر وحط مكانها ايه؟ جاه. يبقى الجاه بتساوي جذر 3 على 2. جاه مين يديني جذر 3 على 2؟ قال لي جاه 60، يبقى كده قياس زاوية ج بتساوي 60. عايز جاه 60 جت 60 ظا 60. جاه 60 جذر 3 على 2 جت 60 بنص، وظا 60 بجذر 3. المثال اللي بعده. بدون استخدام الآلة الحاسبة أوجد قيمة س حيث س قياس زاوية حادة موجبة. جه بيقول لي ظا س بيساوي 4 جا 30 جتا 60. واحدة واحدة. ظا س، هل أنا أعرف ظا س بكام؟ أنا ما أعرفش الس عشان أعرف الظا بتاعتها، نزلها زي ما هي. ظا س بيساوي 4 في جا 30 بنص في جتا 60 بنص. طيب تحط الكلام ده على الآلة أو تحسبها بدماغك. 4 في نص ب2، 2 في نص ب1، يبقى ظا س بيساوي 1. ظا مين يديني 1. هتلاقي من الجدول عندك إن ظا 45 بيساوي 1. يبقى كده الس بتساوي كام؟ يبقى الس بتساوي 45. يبقى إذا قياس زاوية س يساوي 45 درجة. مثال اللي بعده. تعال نرجع تاني أسئلة اختيارات. طيب جا س على 2 بيساوي نص، جا س على 2 بيساوي نص. جا مين يديني نص؟ قال لي جا 30. يبقى س على 2 دي، س على 2 بتساوي كام؟ 30. عايز أعرف الس بتساوي كام؟ مين على 2 يديني 30؟ مين أقسمه على 2 يديني 30؟ 60. يبقى الس بتساوي 60 درجة. المثال اللي بعده. ظا س زائد 15 بيساوي جذر 3. تاني ظا مين يديني جذر 3؟ ظا 60. يبقى س زائد 15 بتساوي كام؟ قال لي يبقى س زائد 15 بيساوي 60 درجة. معادلة يلا نحلها. نودي ال 15 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى س بتساوي 60 وال 15 تروح تبقى ناقص 15. 60 ناقص 15 45. يبقى س بتساوي 45. عايز ظا س، هو مش عايز الس. طب الس بكام؟ 45. يبقى ظا 45 تديني 1. المثال اللي بعده. ألف ب ج مثلث قائم الزاوية ب 3 ألف ج بيساوي 5 ب ج. ارسم المثلث. ألف ب ج 3 ألف ج بيساوي 5 ب ج. ألف ج على ب ج ما ترجعش فاضي، 5 على 3. هنا بقى في سؤال الاختيارات بيني وبينك العبها على طول من غير س. بمعنى الألف ج بيساوي 5 على طول، مش كنت بقول لك حط جنبها س؟ في الاختيارات كده انت بتحل على جنب. انا كنت بقول لك حط جنبها س لان دي رياضه، ده الصح، ده اللي المفروض يتعمل. تمام. طب هنا بيني وبينك على جنب. الألف ج بتساوي كام؟ الألف ج بتساوي 5. الب ج بتساوي كام؟ الب ج بتساوي 3. يبقى الألف ب من فيثاغورس ربع اطرح هات الجذر يطلع بيساوي 4. تعال نشوف عايز ايه. قال انا عايز ظا ألف، يبقى مقابل
على مجاور يبقى 3 على 4. الإجابة ج. 14 أ ب ج مثلث فيه قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة و3 ظ ج ناقص 4 بيساوي 0. عايز يعرف الكلام ده بيساوي ايه؟ الفكرة في السؤال ده عبارة عن ايه؟ المفروض كان بيديني مثلث فيه أضلاع، أجيب الضلع التالت أو ممكن يديني 3 أضلاع عادي وأشوف هو عايز ايه وأحسبه. ما عملش الكلام ده معايا، أمال عمل ايه؟ جه قال لي إن 3 ظ ج ناقص 4 بيساوي 0. طيب ادي المثلث على جنب اهو. قائم الزاويه ب، فادي ا ب ج. الكلام ده هتعامل معاه ازاي؟ هتصرف معاه ازاي؟ قال لي حلها كانها معادله. الظا ج دي اعتبرها س، عايز اعرف قيمه الس بكام؟ عايز اعرف قيمه الظا بتساوي كام؟ طيب يلا ودي السالب 4 الناحيه الثانيه بعكس الاشاره، كده كده الصفر ملوش لازمه، فتبقى 3 ظ ج بيساوي 4. عايز الظا لوحدها اقسم على اللي جنبها، عايز الظا لوحدها اقسم على اللي جنبها. التلاتة راحت مع التلاتة يتبقى ظا ج بيساوي كام على كام؟ 4 على 3. ظا ج ب 4 على 3. ظا ج ب 4 على 3. مين الظا؟ مقابل على مجاور، يبقى مقابل على مجاور، يبقى مقابل على مجاور، يبقى المقابل كام؟ 4. المجاور كام؟ 3. طيب عايز اجيب الضلع الثالث، ربع اجمع هات الجذر يطلع ب5. تعال نشوف عايز ايه. يقول لي عايز 25 جا ج جتا ج. نزل ال 25. في ما بين ال 25 والجا حاجه؟ مفيش، حط فيه جا ج. جا ج مقابل على وتر يبقى 4 على 5. في جتا ج مجاور على وتر يبقى 3 على 5. تطلع معاك 3 في 4 ب 12، فالإجابة بتاعتك هتبقى د 12. المثال اللي بعده أ ب ج مثلث متساوي الساقين. اجري ارسم الرسمة. رسمنا الرسمة. المثلث اسمه أ ب ج، في أ ب بيساوي أ ج. الحرف المشترك هو الألف، حطه الرأس. تعلم ترسم. مين الحرف المشترك؟ ألف، حطه في رأس المثلث. وادي الب وادي الجيم، فيبقى عندك الكلام اللي هو قاله إن الألف ب بيساوي الألف ج بيساوي كام سنتي؟ 10 سنتي. الب ج بتساوي كام؟ قال الب ج بتساوي 12. ب ج بتساوي 12 سنتي. عايز قياس زاوية ب، عايز يعرف قياس زاوية ب، وعايز مساحة سطح المثلث أ ب ج. طيب قياس زاوية ب ازاي هجيب زاوية؟ هو ما ادانيش ولا زاوية من الزوايا التانية. طيب الكلام ده بتاع اعدادي، انت راجل كبرت دلوقتي عندك حساب مثلثات. طيب هتعمل ازاي؟ ما هو برضه حساب مثلثات يعني مثلث قائم. كده بقى مثلث قائم ولا مش مثلث قائم؟ كده بقى عندك مثلثين قائمين. هتعامل مع المثلث ده اشمعنى؟ عشان هو عايز زاوية ب. خدت السنة اللي فاتت في ثانية اعدادي ان المثلث متساوي الساقين لما تيجي ترسم عمودي هينص في القاعدة وينص في زاوية الرأس. مالكش دعوة بزاوية الرأس، أنا عندي هينص في القاعدة. القاعدة كانت بكام؟ ب 12. قال لي هيقسمها 6 و6. فيبقى عندك الضلع ده بكام؟ ب 10 وده بكام؟ ب 6. عايز أجيب الألف د اللي أنا رسمته. يبقى أول حاجة خلي بالك الألف د اللي أنا رسمته، يبقى نرسم ألف د عمودي على ب ج. لازم تعرفوا أنت عملت إيه بالظبط. طيب معايا ده ب 10 ومعايا ده ب 6. عايز اجيب الالف د. الالف د هجيبه ازاي؟ قال لي الالف د هو الاول ضلع ولا وتر؟ قال لي هو ضلع. يبقى ربع اطرح هات الجذر. يلا ربع 10 اس 2. ربع الستة 6 اس 2. اطرح هات الجذر يطلع معاك 8 سنتي. يبقى الالف د بكام؟ ب 8 سنتي. طيب هو عايز قياس زاوية ب. ازاي هجيب قياس زاوية ب؟ قال لي الموضوع بسيط جدا. زاوية ب اختار اي نسبة مثلثية. زي تعال ناخد الجا. قال لي جا ب بيساوي اي نسبة مثلثية سواء جا او جتا او ظا. طيب مين الجا؟ مقابل على وتر. مين الجا؟ مقابل على وتر. يبقى 8 على 10. عايز الزاوية شيفت تان. لا عايز الزاوية شيفت ساين. سوري شيفت ساين. اشمعنى؟ عشان هو اداك هنا الجا
كنت بقول لك الجا ساين، الجتا كوزاين، الظا تان. هو هنا اداني مين؟ قال لي اداني الجاي، يبقى شيفت ساين. امسك الآلة بتاعتك، شيفت ساين، شيفت ساين، هيفتح لك قوس، هتحط 8 على 10، اقفل القوس دوس يساوي. بعد كده تدوس على زرار الكوما. اشمعنى؟ عشان تديك الزاويه بالدرجات والدقايق والثواني، فهيديك زاويه ب، قياس زاويه ب. شوف هتساوي كام، حط الزاويه بتاعتك بالدرجات والدقايق والثواني. كده الجزء الاولاني اتحل. الجزء الثاني، عايز مساحه سطح المثلث ا ب ج. عايز مساحه سطح المثلث ا ب ج. والله لو مش عارف قانون مساحه المثلث ما هتعرف تحل. لو مش عارف قانون مساحه المثلث والله ما هتعرف تحل. طيب ايه قانون مساحة المثلث؟ هو نص طول القاعدة في الارتفاع. طب يلا، مساحة المثلث، مساحة المثلث ا ب ج بيساوي نص طول القاعدة. القاعدة بكام؟ ب12، يبقى نصها 6، يبقى نص طول القاعدة في الارتفاع. الارتفاع ب 8، 8 في 6 48 سنتيمتر مربع. تعال نتفرج على المثال ده بيقول ايه. جه بيقول لي ا ب ج مثلث قائم الزاويه ب. الف ب ج مثلث قائم الزاويه في ب. اوجد قيمه جا الف على جتا ج، واذا كانت ظا ه بتساوي جا الف على جتا ج. أوجد قياس زاوية ه حيث زاوية ه زاوية حادة. طيب جه بيقول لي أوجد قيمة جا ألف على جتا ج. جا ألف على جتا ج. طيب تعال نشوف الكلام ده. لو أنا عايز أجيب جا ألف على جتا ج، واحدة واحدة. جا ألف، مين الجا؟ قال لي مقابل على وتر. مين الجا؟ مقابل على وتر، يبقى ب ج على أ ج على اهي العلى اهي جتا ج مجاور على وتر ب ج على أ ج. ثبت ب ج على أ ج. اضرب شقلب أ ج على ب ج. عدد في معكوسه الضربي، بلاش. ب ج في البسط مع ب ج في المقام. أ ج في البسط مع أ ج في المقام يديني في الآخر كام؟ 1. يبقى الكلام ده كله طلع بيساوي كام؟ طلع بيساوي 1. فلما يجي يقول لي ظا ه بتساوي الكلام ده كله، يعني معنى كده إن ظا ه بتساوي كام؟ معنى كده إن ظا ه بتساوي 1. طيب ظا مين يديني 1؟ قال لي ظا 45، يبقى إذا قياس زاوية ه بيساوي 45 درجة. طيب بلاش الكلام ده، تعال نشوف كلام تاني. بمعنى المثلث انا رسمته، عايز جا أ على جتا ج. مش انا قلت لك ان جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية؟ طب ده امتى؟ لما يكون مجموع الزاويتين كام؟ 90. فبما ان قياس زاوية ب بيساوي 90 درجة، يبقى إذا جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية. يبقى إذا جا أ على جتا ج بيساوي 1. طب ما الجا أ على الجتا ج مش هي الظا، يبقى إذا ظا ه بتساوي 1. ظا مين؟ يديني 1، قال لي ظا 45، يبقى إذا قياس زاوية ه بيساوي 45 درجة. عندك الطريقتين. طيب تعال نحل السؤال بطريقة تانية. ازاي؟ دلوقتي بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. أوجد قيمة جا أ على جتا ج. جا الزاوية الأولى على جتا الزاوية التانية. مش قلت لك إن جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية؟ بس ده بشرط إن يكون إيه الشرط دوت؟ قال لي إن الزاويتين يكون مجموعهم 90 أو الزاوية التالتة بتساوي 90. طب ما هو قال لي إن هو قائم الزاوية في ب،
يبقى بما أن قياس زاوية ب بتساوي 90 درجة، لما تكون زاوية ب بتساوي 90 يبقى إذا مش جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية التانية. طب هو عايز جا الزاوية الأولى على جتا الزاوية التانية، حاجة على نفسها تديني واحد، حاجة على نفسها تديني واحد، يبقى كده جا ألف على جتا ج بيساوي واحد. طب وقال لي وإذا كانت ظاهر بتساوي جا ألف على جتا ج. طب ما جا ألف على جتا ج أنا لسه جايب القيمة بتاعتها بكام؟ بواحد. يبقى بما أن ظا ه بتساوي جا ألف على جتا ج يبقى إذا ظا ه بتساوي كام؟ واحد. ظا مين؟ يديني واحد، قال لي ظا 45، يبقى إذا قياس زاوية ه بيساوي 45 درجة. إذا كانت النسبة بين قياسات الزوايا الداخلة للمثلث 3 إلى 4 إلى 7 أوجد القياس الستيني لكل منهم. كلام جميل. قلت لك بنعمل إيه؟ قلت لك الزاوية الأولى إلى الزاوية الثانية إلى الزاوية الثالثة إلى زود خانة اسمها المجموعة. طب يلا الزاوية الأولى 3 إلى الثانية 4 إلى الثالثة 7، المجموعة 3 و4 7، 7 و7 14. طب مجموع الزوايا الداخلة للمثلث أصلا بتساوي كام؟ قال لي 180، يبقى أكتب المجموع الحقيقي تحت مجموع النسب. عايز القياس الستيني لكل منهم، يعني عايز قياس الأولى وعايز قياس الثانية وعايز قياس التالتة. طيب عايز الزاوية الأولى، خبي الثانية والتالتة واعمل مقص 3 في 180 على 14، يبقى 3 في 180 على 14. عايز الزاوية الثانية، خبي الأولى والتالتة واعمل مقص 4 في 180 على 14. عايز الزاوية التالتة، خبي الأولى والتانية واعمل مقص، يبقى 7 في 180 على 14. تمسك الآلة بتاعتك 3 في 180 على 14 تدوس يساوي. بعد ما تدوس يساوي هتدوس على زرار ايه؟ الكومة اللي هو موجود جنب السالب. بعد ما تدوس عليه يطلع لك الزاوية بالدرجات والدقايق والثواني، انقلها. نفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا والسؤال خلص. المثال اللي بعده، أوجد قيمة س التي تحقق س جا 30 جتا 5 جتا تربيع 45 بيساوي جا تربيع 60. طيب قلت لك سؤال وحيد اللي بنقسم فيه الصفحة، سؤال الإثبات، لما قلنا لك اثبت أن الطرف ده بيساوي الطرف ده. طيب ده بنعمل إيه؟ بننزل كل حاجة زي ما هي، بمعنى الس هنزلها، أدي الس في جا 30 بنص في جتا تربيع 45، جتا 45 بواحد على جذر 2. طب والتربيع يا مستر؟ مش مزعلك اهو. بيساوي ظا او جا تربيع 60، جا 60 جذر 3 على 2. طب والتربيع اهو. في مشكلة في الكلام ده؟ ننزل كل حاجة زي ما هي عشان نشوف التربيع. س في نص في، يلا 1 أس 2 يعني 1 في 1 بواحد. جذر 2 أس 2 قلت لك الأس بيشيل الجذر فتتبقى 2 بيساوي جذر 3 على 2 أس 2. يلا الأس هيشيل الجذر يبقى 3 و2 أس 2 تديني 4. نص في نص، بسط في بسط، مقام في مقام، 1 في 1 2 في 2. طيب ده كله بربع، ربع في س بربع س بيساوي كام بره؟ 3 على 4. عايز السين لوحدها اضرب في مقلوب اللي جنبها. عايز السين لوحدها اضرب في مقلوب اللي جنبها. زي ما بضرب يمين بضرب شمال. 4 فوق راحت مع 4 تحت، 1 فوق راح مع 1 تحت، يتبقى س. 4 فوق راحت مع 4 تحت، يتبقى مين في البسط؟ 3. يتبقى مين في المقام؟ 1. الواحد كده كده في المقام ملوش لازمه، يبقى الإجابة بتاعتي كام؟ 3. يبقى س بتساوي 3. السؤال اللي بعده، أ ب ج مثلث قائم الزاوية فارس. طيب كلام جميل. عندي مثلث قائم الزاوية
في ألف. طب والب والجيم؟ قلت لك في أي داهية، في أي حتة عضها. جه قال لي ظا ب بتساوي 45، ظا بتساوي 1، ظا م بيساوي 1. قال لي ظا 45، يبقى كده زاوية ب بكام؟ ب 45. يبقى زاوية ج بتساوي 45. جبتها منين يا مستر؟ 180 ناقص 90 و45 135، يتبقى كام؟ يتبقى 45. يبقى ج بتساوي 45 درجة. عايز ظا ج ناقص جا ج جتا ج. انا خلاص عرفت قيمة الجيم ب 45، فاجي هنا ظا 45 ناقص جا 45 جتا 45. ظا 45 بواحد ناقص جا 45 1 على جذر 2 في، قلت لك مفيش حاجة ما بينهم، حط ايه؟ حط فيه. جتا 45 بواحد على جذر 2، يلا 1 ناقص بسط في بسط مقام في مقام، 1 في 1 بواحد. جذر في جذر شيل الجذر لو كانوا شبه بعض، جذر في جذر شيل الجذر يتبقى 2. 1 ناقص نص يتبقى ايه؟ يتبقى نص. يبقى الإجابة بتاعتي د نص. المثال اللي بعده، في مثلث أ ب ج القائم الزاوية في أ يكون ج تمام الزاوية ب، يعني جتا الزاوية الأولى، إلى ج بالزاوية ج يعني جا الزاوية الثانية. مش قلت لك لو كانت الزاوية، لو عندي زاوية ب90 يبقى جت الزاوية الثانية يساوي جت الزاوية الثالثة، أو جت الزاوية الثانية يساوي جا الزاوية الثالثة. يبقى كده جتا ب مش هي جا ج. تاني قال لي قائم الزاوية في أ، يعني زاوية أ بكام؟ ب90. يبقى ج بالزاوية الأولى بيساوي ج تمام الزاوية الثانية، أو جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية الثانية. جا الزاوية الأولى بيساوي جتا الزاوية الثانية. حاجة إلى نفسها أو حاجة على نفسها يديني 1، يبقى الإجابة بتاعتي بتساوي 1. السؤال اللي بعده، إذا كانت ظا 2 س ناقص 5 بيساوي 1. ظا 2 س ناقص 5 بيساوي 1. ظا مين؟ يديني 1. قال لي ظا 45، يبقى ال 2 س ناقص 5 دي كلها بكام؟ ب 45. يبقى 2 س ناقص 5 بيساوي 45. معادلة، وادي السالب 5 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 2 س بيساوي 45 والسالب 5 تروح تبقى موجب 5. 45 و5 يديني كام؟ 50. يبقى 2 س بيساوي 50. عايز السين لوحدها اقسم على اللي جنبها، عايز السين لوحدها اقسم على اللي جنبها. الاتنين راحت مع الاتنين، يبقى السين بتساوي 50 على 2 فيها 25. يبقى الإجابة بتاعتي ج 25. المثال اللي بعده، في المثلث أ ب ج إذا كانت جا الزاوية الأولى يساوي جتا الزاوية الثانية، فإن المثلث يكون نوعه إيه؟ مش محتاجة كلام، قائم الزاوية، لأنه عشان يبقى جا الزاوية الأولى بتساوي جتا الزاوية الثانية قلت لك لازم يكون في زاوية ب90، لازم يكون في زاوية ب90. طالما في زاوية ب90 يبقى قائم الزاوية. المثال اللي بعده، في الشكل المقابل أ ب ج اداني رسمة مثلث متساوي الساقين، الألف ج قد الب ج. طيب وقائم الزاوية في ج وطول كل من ساقيه لام وحدة طول. أوجد النسبة بين أطوال أضلاع المثلث أ ج إلى ب ج إلى أ ب. طيب قال لي طول كل من ساقيه قد إيه؟ لام وحدة طول. طول كل من ساقيه لام وحدة طول. خلاص اعتبر إن دي لام وإن دي كمان لام، كأنه رقم، اعتبر اللام رقم، اعتبر إن اللام ده إيه؟ رقم. عايز أجيب الضلع الثالث. الألف ج ضلع ولا وتر؟ الألف ج وتر. 4 كلمات، ربع ربع اطرح هات ربع ربع اجمع هات الجذر. طب يلا الألف ب بيساوي، هربع اللام بلام أس 2، هربع اللام لام أس 2، اجمع هات الجذر. قلت لك س وس 2 س، صاد وصاد 2 صاد، لام ولام 2 لام. طب لام أس 2 ولام أس 2 يبقى كام لام أس 2؟ يبقى 2 لام أس 2. تاني، لام أس 2 ولام أس 2 يبقى 2 لام أس 2. طب والجذر أهو، يلا واحدة واحدة. جذر الاتنين
جذر الاتنين لها جذر ملهاش، نزلها زي ما هي. طب جذر لام أس 2، الجذر بيشيل الأس تبقى لام، يبقى جذر 2 لام، يبقى الألف ب بيساوي جذر 2 لام. عايز النسبة بين أطوال الأضلاع ألف ج إلى ب ج إلى ألف ب، هتساوي واحدة واحدة. الألف ج بكام؟ الألف ج بلام، إلى الب ج بكام؟ ب ج بلام، إلى الألف ب لسه جايبها جذر 2 لام. لو في حاجة اتكررت في التلاتة شيلهم مع بعض، بمعنى اللام المعامل بتاعها كام؟ هي لام واحدة، يعني 1 لام، يبقى هنا في 1 وهنا في 1. طيب وهنا جذر 2، شيل اللام مع اللام مع اللام، يبقى الإجابة بتاعتي 1 إلى جذر 2، دي الإجابة بتاعت 1. 2 عايز ظا ب وعايز جا ألف. ظا ب مقابل على مجاور، يعني لام على لام، أي عدد على نفسه يديني 1. جا ألف مقابل على وتر، يبقى لام على جذر 2 لام، لام على جذر 2 لام. اللام المعامل بتاعها كام؟ المعامل بتاعها 1، يبقى لام تروح مع اللام، يبقى 1 على جذر 2. كويس. في حاجة تهت فيها، عيد السؤال من أول وجديد. السؤال اللي بعده في الشكل المقابل، ألف ب ج مثلث قائم الزاوية في ب. الألف ب ب6 سم والظا ج ب3/4. أوجد واحد طول كل من ب ج وألف ج، واتنين عايز جا ألف زائد جتا ج. اداني الألف ب بكام؟ قال لي الألف ب ب6 سم والظا ج ب3/4. مين الظا؟ واحدة واحدة. ظا ج ب3/4، يبقى إذن مين الظا؟ قال لي الظا هي المقابل على المجاور. طب المقابل عندي بكام؟ ب6. طب المجاور معرفش، سيبه زي ما هو ب ج، يبقى 6 على ب ج بتساوي كام على كام؟ بتساوي 3/4. عايز الب ج، اعمل مقص الطرف الكامل على الطرف الناقص، يبقى ب ج بيساوي 6 في 4 على 3. تاني قال لي الظا ج ب3/4، ظا ج بتساوي 3/4. مين الظا؟ الظا هي المقابل على المجاور، يبقى ألف ب على ب ج، ألف ب على ب ج. الألف ب ب6 عوضت عنها ب6، الب ج سبتها فاضية. طيب الظا نفسها كانت بتساوي كام على كام؟ 3/4، نزلت 3/4. طيب عايز الب ج الطرف الكامل على الطرف الناقص، يبقى 6 في 4 على 3 يطلع معاك 8 سم، يبقى الب ج بكام؟ ب8 سم. جبنا الب ج. عايز الألف ج، سهلة، نظرية فيثاغورس. هسأل نفسي سؤال، الألف ج ده ضلع ولا وتر؟ قال لي طالما في وش الزاوية القايمة يبقى وتر. لو عايز وتر 4 كلمات، ربع اجمع هات الجذر. طب يلا، ربع ال6 6 أس 2، ربع ال8 8 أس 2، اجمع هات الجذر. هيطلع معاك 10 سنتيمتر، يبقى الألف ج بتساوي كام؟ بتساوي 10. عايز جا ألف زائد جتا ألف. جا ألف مين الجا؟ قال لي الجا مقابل على وتر، يبقى 8 على 10 زائد جتا ألف مجاور على وتر، يبقى 6 على 10. تجمع 8 على 10 و6 على 10 تطلع معاك 13 أو 14 على 10. السؤال اللي بعده يقول لي في الشكل المقابل، إذا كان أ ب ج د مستطيلا فيه أ ب بيساوي 5 سم وب ج بتساوي 12 سم، عايز طول الألف ج. عندي مستطيل الألف ب ب5 والب ج ب12 سم، عايز الألف ج. هو ده شكل إيه؟ مثلث قائم الزاوية. طيب الضلع اللي في وش الزاوية وتر ولا ضلع؟ لا وتر. طالما وتر ربع اجمع هات الجذر. يلا هات الألف ج يساوي ربع ال5 5 أس 2، ربع ال12 12 أس 2، اجمع هات الجذر يطلع معاك 13 سم. طيب 2 أوجد قيمة 5 زاوية أ ج د ناقص 13 ج د أ ج
تعال نبص بيتكلم على انهي زوايا. اتكلم هنا عن زاوية أ ج د. أ ج د لازم تتعلم تقرأ الزاوية. أ ج د يعني بيتكلم على الزاوية دي. وبيتكلم عن زاوية د أ ج. د أ ج يعني بيتكلم على الزاوية دي. طيب المثلث ده لازم كل أضلاعه تبقى موجودة. أنا لسه جايب الأ ج، جبت الأ ج بكام؟ جبته ب 13 سنتي. لو الضلع ده ب5 يبقى اللي في وشه بكام؟ ب5. لو الضلع ده ب12 يبقى اللي في وشه ب12. طب يلا بينا. عايز 5 ظ أ ج د ناقص 13 ج د أ ج. الخمسة هتنزل في ظ أ ج د. أ ج د ادي الزاوية، عايز اجيب الظا بتاعتها. مين الظا؟ قال لي الظا مقابل على مجاور، يبقى 12 على 5 ناقص 13 في ج د أ ج. ادي د أ ج. مين الجا؟ مقابل على وتر، يبقى 5 على 13. بص اللي هيحصل من غير ما تحط على الآلة بقى. ال5 راحت مع ال5، 13 راحت مع 13، يبقى 12 ناقص 5 تديني 7. السؤال انتهى. وبكده تكون انتهت المراجعة بتاعتنا، ونكون خلصنا حل جميع الأفكار اللي على حساب المثلثات. فدلوقتي الملزمة اللي عندك دي هي ملزمة مراجعة السوبر. الملزمة دي المفروض الناس بتاعت السناتر الملزمة معاهم. طيب انت كواحد بتتفرج على الفيديو مش معاك الملزمة، حضرتك هتعمل ايه؟ هتلاقي الملزمة موجودة تحت في الفيديو. تحت الفيديو هتلاقي الملزمة موجودة اللينك بتاعها. ممكن تطبعها او تخليها PDF. اتصرف، خلي الملزمة معاك. طيب الملزمة فيها ايه؟ الملزمة أول حاجة بتتكلم مجموع قياس زاويتين متمتان 90 متكاملتان 180 الداخل المثلث 180. الكلام اللي اتكلمنا عنه. القياس الستيني بالدرجات والدقايق والثواني. قلت لك الواحد درجة فيها كام دقيقة؟ 60 دقيقة. والواحد دقيقة فيها كام ثانية؟ 60 ثانية، زي الساعة بالظبط. طيب نظرية فيثاغورس مبدئيا لو المثلث مش قائم كبر دماغك. اسأل نفسك سؤال، انت عايز ضلع ولا وتر؟ افتكر واحنا بنحل كنا بنتكلم في الكلام ده. لو وتر ربع ربع اجمع هات الجذر، لو ضلع ربع ربع اطرح هات الجذر. طيب ده كان الجزء بتاع الدرس الاولاني. الجا الجتا الظا. مين الجا؟ مقابل على وتر. مين الجتا؟ مجاور على وتر. مين الظا؟ مقابل على مجاور. طيب قلت لك ان جا الزاويه الاولى بيساوي جتا الزاويه الثانيه، وظا بتساوي جا على جتا، وظا الزاويه الاولى في ظا الزاويه الثانيه بيساوي 1. الدرس الثاني عندك الجدول بتاعك بتاع الجا والجتا والظا، الجا والجتا والظا، الجا والجتا والظا بتوع 30 وال45 وال60. ودي الاسئله اللي احنا حليناها سوا. وجنب كل سؤال هتلاقي السؤال دوت جه في محافظه، في أي محافظه وجه سنه كام. دي اسئله محافظات. واخر حاجه طبعا احنا جمهور الجبار. كده تكون انتهت المراجعه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.